وبالمناسبة يمكن ناس كتير ما تعرفش إن فكرة الأسانسير بدأت عندنا من بدري جدا. أول أسانسير كهربائي في مصر كانت في عمارة اسمها تيرنج بوسط القاهرة في أواخر القرن ال19. يعني وإحنا بنتكلم في زمن كان لسه عربيات فيه نادرة، العمارة دي كانت أول مبنى في القاهرة فيها أسانسير حقيقي شكله كان جزء من روح المكان. باب نحاس وزرار واحد، الناس كانت بتبص له بانبهار كأنه سحر بيخلي الحجر يتحرك. بعدها بسنين السعودية كانت بتبدأ في أول خطواتها في نفس الطريق سنة 1362 هجريا، يعني تقريبا كانت 1942 ميلادية لما اتعمل أول أسانسير في قصر الحكم بالرياض، واللي ركبه كان مهندس مصري. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان بيستخدمه علشان يتنقل بين أدوار القصر. عايزك تتخيل معايا المشهد، من عمارة في وسط القاهرة لقصر في الرياض، والاتنين مربوطين ببصمة مصر. ودي ما كانتش صدفة، دي دايما كانت طبيعة العلاقة بين البلدين، شغل، تعاون، واحترام متبادل. كل بلد بتكمل التانية، والنتيجة بتطلع أجمل بكتير من اللي بدأنا بيه. وطبعا ما ننساش إن سترة الكعبة كانت بتطلع من مصر كل سنة.